السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليمن يكشر عن أنيابه ويهدد السعودية والإمارات بالنفط والموانئ، وأديكوا شفتوا جربتوا انتوا وضربنا أسيادكم. أولا بس قبل أي حاجة، دي القناة البديلة، لايك شير كومنت. مهم، دي قناة بديلة طبعا، لازم يكون عندنا أكتر من منصة. وكمان معانا مش قادر يعني لساني مش مطلعني اتكلم والله حقيقي. يعني شوف انت، يعني ما تعملش حاجه ماشي، ما تعملش حاجه ماشي. المطبعين اللي هم بيهيجوا علينا بنقدر نرد عليهم، وبنقدر نتفاعل معاهم، وبنقدر نوفيهم حقهم. لكن توصل الدناءة والنجاسة انك تتهم اشرف من في هذه الامه في اعراضهم وفي شرفهم. تعالوا نسمع مع بعض. انا طبعا اديته الرد الوافي اللي مش هقدر اقوله على اليوتيوب، اديته الرد الوافي على التويتر، هتلاقوا لينك التويتر تحت. اديته ما يستحق، فيه مساحه اكبر للحريه هناك، فاديته ما يستحق. وكمان للي حابب يعرف حسابه يعني ويرد عليه بالنيابه عن نفسه، هذا المسماه كويتي. ده مفروض ان هو كويتي، يوتيوبر كويتي، بيقول وبيلصق ما يقول بان اللي قال كده الاخوانجيه حكولنا. يعني نسمع مع بعض كده. يقول لي واحد من مشاهير التواصل الاجتماعي راح هناك غزة. واحد من مشاهير التواصل الاجتماعي راح هناك غزة. اولا، رقم واحد من مشاهير التواصل الاجتماعي راح غزة، اكتشف شيء مش هيقوله لك بينه وبينك، لانه هو اشهر منك. واحد من مشاهير التواصل الاجتماعي لقى حاجة فيقولها، مش هيقولها لك في السر بينه وبينك، عشان تعرف بس مدى حقارة ودناءة. تعال شوف. ورجع من المجموعة اللي دخلت غزة وصار يسولف بين المحيط ماله ان وصلت الامور، يعني الناس محتاجة لدرجة ان انتشرت، يعني ما ادري صراحة. عامل مكسوف. يعني كم الانحطاط اللي احنا وصلنا له. يعني لا اننا بنناصر ولا بنعمل ولا حاجه، ولا حتى كف الالسنه. يعني قال لك واحد من مشاهير، والله انا واقع الكلمه. يعني انا لو قدامي اوفيه حقه لاني بيتهم. يعني تعالوا بس انا هوريكم حاجه بس كده بسيطه، نشوفها كده الصوره مع بعض. نشوف هذه الصوره مع بعض لحظه بس كده. اهي، نجيب الصوره دي عشان بس ده شيء بسيط على فكره بالمناسبه. يعني دي حاجه بسيطه جدا. اهي الصوره موجوده، لقيتها اهي. دول نساء غزه، دول نساء غزه، هؤلاء نساء غزه، هؤلاء هن في المخيمات وفي ما بين المخيمات. هم دول نساء غزه، صابرات محتسبات عفيفات شريفات، طالعين من تحت الانقاض بالحجاب من تحت الانقاض، مستترات. لكن هو طبعا لا يمثل الكويت فيها ناس افاضل كتير، شفنا منهم مواقف كتير للامانه، لا نغفل ذلك. هو بيمثل نفسه. هذا على كلامه هو ان انتشرت الدعارة، ونقول لهم ليش انت يعني تمارسين البغاء والدعارة وكذا، فتقول له يعني شو اسوي، ماني لاقي اكل. تخيل الدناءة، تخيل الحقارة، تخيل كم النجاسة اللي وصل لها هذا الشخص. طبعا مع مين؟ ما هو تقول لك عشان اكل، فمين اللي طابق الحصار؟ يعني شوف
يعني انا وفيته حقه صحيح على التويتر، بس انا مش قادر اتخيل يعني مش قادر اتخيل ان الكلام ده يطلع من، يعني يا الله، حين يعجز اللسان عن الكلمات، والله حين يعجز اللسان عن الكلمات. هؤلاء يعني اللي بيدفعوا ابنائهم وازواجهم ويحتسبوهم شهداء ويزغرطوا ويحتفلوا ويوزعوا الشربات والحلوى على الشهداء بدل البكاء، اللي عندهم الموت ولا نعيم الدنيا الرخيص ده اللي ما يسواش ولا حاجة، اللي هو فاكر نفسه انه عدى بيه. يعني سبحان الله، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبة. فعشان ربنا يعني يا الله يا الله، انا كنت يعني عايز اتكلم ومش عايز اتكلم، عايز اتكلم ومش عايز اتكلم، بس ما بحبش اتكلم وانا متكتف، ما بحبش اتكلم وانا متكتف الكلمات والقيود طبعا بتاعه المنصه. لكن خشوا على التويتر عندي، هتلاقوني ناشر الفيديو ومتكلم في حقه كويس، وبرضه قايل على وناشر الحساب بتاعه برضه للي حابب يخش ويرد عن نفسه وعن الشريفات العفيفات. وتعالى بقى نشوف ابو يمن بيقول للسعودي باخد بالك بقى، علشان احنا داخلين في مراحل ما عادش بقى شغل الطبطبه ده. كنا خايفين عليكم، كنا قلقانين عليكم، كنا بنتحاشى ان احنا ندوس عليكم. ده حقيقي، ده صحيح. اليمني كان بيتحاشى انه يدوس في السعوديه او في الامارات، لكن النهارده مع غزه الكاشفه الفاضحه خلاص بقى، النهارده بيتجرأ اليمني بيتجرأ وبيقول مفيش خطوط حمراء. ليه؟ لانه حربه من دافع ديني، وبما ان الامور وصلت الى هذا الحد يبقى ما عندناش بقى خطوط حمراء. اسمع كده. ونحن نكرر هنا تحذيرنا للنظام السعودي وكذلك النظام الإماراتي من مغبة تحريك الجبهات الإقليمية والداخلية، لأننا سنرد رد قوي جدا، والجميع بات يعرف قوته. الجميع بات يعلم، وحط تحت دي مليار خط، مليون خط كده حطها، والجميع بات يعلم. وانتوا اول العالمين، يعني انتوا اول العالمين. الجبهة الاماراتية والجبهة السعودية جربت وطلعت ونزلت، بس الطلوع ما كانش زي النزول. يعني قال لك دخول الحمام زي خروجه، قالوا لا، دخول الحمام وضع والخروج منه وضع تاني. فهو كده، وانت جربت وشوفت دخول الحمام مش زي طلوعه. طيب جت عليك انت بس؟ لا، ده على اسيادك كمان، اكلوا على دماغهم، اكلوا من كل حدب وصوب، فوق وتحت، واجوم وضربوا وعملوا عناتر، وعنتريتهم على ما فيش. واذا كنا بنتحاشى اننا ندوس فيك علشان وعلشان وعلشان، فكل العلشانات راحت. ليه؟ خالص. هو النهارده بعد المواقف التي اتضحت وفلسطين اللي عرت الجميع، يبقى النهارده ما فيش خطوط حمراء، وهنعمل وسندمر كل حقول النفط والغاز التابعة للسعودية والإمارات، وأيضا الموانئ والمطارات. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى قد أصبحنا قادرين على ذلك. ونحن نشهد، مش دي كلمة خليجي، نشهد، وكل الناس تشهد، والتعليقات هتشهد، الشباب في التعليقات هيشهدوا. ابو يمن يقدر ولا ما يقدرش؟ فلموها وليموها. لن تناصرتوا، وقلنا لكم كفونا ألسنتكم، بس خدوا جنب انتوا بس كده وما تسمعوناش صوتكم بس.
يعني اكفونا شركم، مش عايزين خيركم، اكفونا بس شركم. لكن يبدو انهم مش هيجيبوها البر. وبالنسبة لتوقعاتي في النهاية أنا أتوقع أن يتورط النظام السعودي والإماراتي بشكل كامل. الكريم نحن أخي الكريم روح انجلع. بلا نحن بلا أنتم. شفتوا الدناءة وصلت بالإمارات لحد فين؟ تعال شوف كده، تعال أوريك حاجة. منتهى الحقارة اللي في الدنيا. شهادات من غزة تفضح انخراط جنود إماراتيين بالقتال بجانب الجيش الإسرائيلي. فضحت شهادات لمدنيين فلسطينيين، سيبك بقى من المذيعة اللي قالت وما قالتش، لمدنيين فلسطينيين في غزة في انخراط جنود الإماراتيين بالقتال إلى جانب الجيش الإسرائيلي في تنفيذ حملات الدهم والاعتقال وحتى جرائم التنكيل والقتل في القطاع. ركز بقى واسمع وشوف اللي انت بتسمعه ده. الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من عام. وظهرت الشهادات التي حصلت عليها إمارات ليكس أن قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ بمساعدة من جنود إماراتيين حملات اعتقال واستجواب، فضلا عن عمليات تنكيل وتعذيب للمعتقلين. وبحسب إحدى الشهادات فإن قوات إسرائيلية داهمت قبل يومين إحدى مدارس الإيواء في بلدة بيت لاهيا في شمال غزة، واعتقلت عدة أشخاص لاستجوابهم ومن ثم ترحيلهم إلى غرب غزة. وقد أكد عدد من المعتقلين بعد تحريرهم أن جنديا على الأقل كان يستجوبهم باللغة العربية وبلهجة إماراتية صريحة، فيما الدبابات التي كانت تحاصر مركز الإيواء كانت ترفع علم إسرائيل وأسفل منه العلم الإماراتي. وبحسب مصادر فلسطينية محلية فإن أكثر من 200 شخص من شمال قطاع غزة تم اعتقالهم والاعتداء عليهم في اليومين الماضيين، وقد تم تقسيمهم إلى مجموعات بحيث كل مجموعة من 10 رجال ويحقق معهم جندي إماراتي يتحدث العربية. قوات الاحتلال وبمساعدة الجيش الإماراتي اعتقلت زوج ابنة عمي، ده بوست، زوج ابنة عمي بالأمس من إحدى مدارس بيت لاهيا في شمال غزة، وقامت بالتحقيق معهم ومن ثم ترحيلهم إلى غرب غزة، وأخذوا بعض الرجال إلى جهات مجهولة. يخبرنا صهر العائلة أن الدبابات التي حاصرت مركز الإيواء ترفع علم إسرائيل وتحته علم الإمارات العربية. وبعدين في حد بيعلق تعليق بيقول له جندي إماراتي 100%، لهجة ولون وعلم، حتى صلى الفجر وقت صلاة الفجر، وكمان ماسك سبحة يختي. يعني بقول لك اللسان بيجي عند حاجات كده وبيعجز ان هو يتكلم. والله يعني بتحس ان ده يعني انت هتعلق تقول ايه؟ يعني حط نفسك مكاني، ايه ممكن تقوله اما تسمع كلام زي ده؟ خلاص يعني انا منتظرين القيامه تقوم بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، يعني كلها مساله وقت يعني هي بس ايه التركه فين؟ التركه اني يعني لا يجليها لوقتها الا هو سبحانه وتعالى، ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته. يعني هو حسبنا ان ربنا سبحانه وتعالى اختص بميعادها، ولكن اعطانا علامات. فبعد كده في حاجه تانية،